مساء الفل اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جولدن بيتش الغردقه اخيرا عملت له ريفيو، مع اني شغال عليه بقالي اكتر من 7 او 8 سنين وعامل معايا شغل عالي قوي، من اكتر الفنادق اللي شغال عليها. لما بعمل تحاليل فنادق اكتر فنادق شغلت عليها لقيته جولدن بيتش، وبرغم كده ما عملتلوش ولا ريفيو قبل كده، وبرغم كده مميزاته كتير وعيوبه قليله قوي قوي قوي. طب ايه هي بقى مميزاته وعيوب جولدن بيتش؟ وهي المعلومه الغلط قبل ما احضر الفيديو دوت، لقيت فيديوهات وناس كتير قوي على السوشيال ميديا وبالاخص على اليوتيوب، وبالاخص الناس اللي راحت الفندق ذات نفسه بتقول معلومه خطا. لقيت كل الفيديوهات بتقولها، يعني مفيش واحد بس لقيته بيقول المعلومه الصح عن جولدن بيتش. طب ايه هي المعلومه الغلط دي والصح بتاعها ايه؟ وانا بس يعني اللي جاي اقوله ما اعرفش، يمكن حد قاله انا ما خدتش بالي، بس انا جاي اقول لك ايه المعلومات الخطا اللي الناس بتقولها وايه كل مميزات وعيوب جولدن بيتش. لو انت مهتم بالفنادق ومهتم بالسفر وبالذات جولدن بيتش، ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه بقى حابب اتكلم عنها في جولدن بيتش، فهو الفندق من بره شكله حلو قوي. هو في منطقه الاحياء في اول الغردقه تماما. لو انت رايح بباصات معانا اللي هي بتتحرك من التحرير او نادي السكه لغايه باب الفندق، فانت من اول الفنادق اللي هتنزل، ومن اول الفنادق هو جنب هواي بارادايس كده وجنب روايه والحاجات دي. الفندق اللي من بره جميل، الريسبشن بتاعه تحفه قوي. من احسن حاجات بقى الريسبشن جوه، التكييف حلو والواي فاي حلو، والناس هناك في حبايبنا اللي في جولدن بيتش بيسكنوا بسرعه قوي، ما بيسيبوش العميل الجست يقعد على الريسبشن وقت كبير. معانا ناس بتوصل الساعه 9 او 10 الصبح وبتتسكن، بس طبعا حسب الامكانيه. ما هو ممكن حظك انت تيجي فيك الساعه 12 او 1 الظهر تتسكن، بس التسكين هناك بنسبه كبيره سريعه، قليل جدا لما حد بيتسكن الساعه 12 او 1 او 2، او التسكين الطبيعي من 12 ل 2. اول ما نخش بقى ريسبشن وبناخد الغرف بتاعتنا، فالغرف بتاعتهم غرف جميله قوي. عندهم غرف سوبريور وغرف ديلوكس، غرف ستاندرد عاديه. الستاندرد العاديه يا جماعه غرف حلوه قوي، الفيو بتاعها بيبقى حلو. الفيوهات بتاعت الغرف الفندق كلها حلوه، بتبص على نخل، وزي ما احنا عارفين وشايفين في الفندق نخل وحمامات سباحه وحاجات حلوه. طبعا الغرفه فيها كل حاجه، سريرين او كينج بيد، شاشه، فيها خزنه، فيها ثلاجه، فيها المشروبات بتاعتك، التويليت نظيف، الهاوس كيبنج شغال على طول. فالغرف من الحاجات الجميله جدا اللي انت ممكن تشوفها في الفندق دوت. اول ما ننزل على الفندق زي ما احنا قلنا، مساحات خضراء كتيره، اماكن كتير، نخل كتير، وحمامات سباحه كتيره، اكتر من 5 أو 6 حمامات سباحه. في حمام سباحه جايب طول الفندق كده لغايه الاخر، فده بيدي بهجه كده للفندق وبيخلي شكل الفندق جميل. الاغاني شغاله طول النهار على حمامات السباحه. في العاب، فريق الانيميشن بيبقى شغال معانا بيلعبنا العاب طول النهار على مستوى اليوم كله، بيلعبنا العاب حلوه قوي. في اكوا بارك كمان، اكوا بارك هناك في الفندق دوت مميزه جدا. هي مش صغيره ولا عملاقه، بس كويسه، حوالي 10 العاب مثلا. فيها العاب فرديه والعاب حلوه وللاطفال وللكبار زي ما احنا شايفين مع بعض كده في الصور. فالاكوا بارك بتاعتهم مميزه جدا وجميله جدا. غير كده كمان الفندق بتاعنا اقامه سوفت اول انكلوزيف، يعني الاقامه بتاعتنا فطار وغدا وعشاء ومشروبات طبعا وسناكس. الاكل بتاعهم مميز جدا، من احلى الحاجات اللي ممكن تشوفها في الفئه السعريه بتاعته وفي الفئه بتاعته دوت في الغردقه. الاكل بتاعه في الفطار عندهم اكتر من مطعم، الفطار حلو، بيقدم كل الانواع اللي انت عايزها، من كل حاجه تتخيلها في الفطار تتقدم. الغداء والعشاء بيتقدم فيهم على طول وجبات مختلفه، 3 4 اصناف جديده كل غداء وعشاء، غير الثوابت طبعا اللي هي الفراخ او اللحمه او الاسماك. فانت الاكل بتاعهم مميز قوي. المشروبات بتاعتهم مميزه، بارات في كل مكان، والبارات شغاله على مدار اليوم وعلى مدار ال 24 ساعه. بالنسبه للبار الرئيسي، البارات اللي على البول او على البحر بتشتغل لغايه مواعيد البول والبحر لغايه الساعه 6. الناس بشوشه جدا، بتتعامل معاك بترحاب، بيدوك المشروبات حلوه قوي. كمان لو طلعنا بقى على البحر، دي النقطه بقى اللي انا كنت بقول لكم عليها في بدايه الفيديو، اللي كل الناس بتخطئ فيها. وفعلا انا قبل ما احضر الفيديو دوت وقبل ما اصور الفيديو ده قعدت اتفرج على ريفيوهات وبوستات للناس اللي بتتكلم عن جولدن بيتش بتقول ايه. لقيت كل البوستات على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، وكل الفيديوهات اللي على اليوتيوب، كل بيقول البحر رملي البحر رملي، مع ان هي دي المشكله والعيب الوحيد اللي موجود في جولدن بيتش، ان البحر بتاعه صخري. هو اسمه اصلا جولدن بسبب المد والجزر اللي فيه، ان الرمله على طول بتبقى باينه، فالبحر بيبقى لونه عامل زي الذهبي، فعشان كده هو اسمه جولدن بيتش. في معظم الوقت اصلا الميه بتاعت منطقه الاحياء اللي راح روايه ان او هواي بارادايس او 3 كورنر ساني بيتش او الحاجات اللي هي في منطقه الاحياء دي كلها اللي جنب بعضيها،
البحر بتاعها مشكلته الوحيده ان هو ضحل، لازم تمشي بتاع 2 كيلو كده جوه عشان خاطر الميه يا دوبك بتجيلك عند ركبتك، يا اما تخش تنط وتعمل سنوركلينج جوه. فالميه حلوه ان ممكن الاطفال يقعدوا على الرمله يلعبوا على الرمله، لكن انت تنزل من على الشط ده شبه مستحيل، لازم تلبس شوز وتمشي كتير قوي عشان تعرف تنزل ميه توصل لك لغايه صدرك كده. فانت افضل حاجه ليك ان انت تمشي في الممشى وتنط من جوه، او تمشي بقى وتعوم جوه، تعمل سنوركلينج جميل قوي في السنوركلينج والحاجات دي. فده من العيب الوحيد اللي موجود في فندق جولدن بيتش، ان البحر بتاعه وحش، لكن القعدات حلوه قدام البحر والهواء بتاع المنطقه جميل والفندق نضيف جدا. الانيميشن برضو بيعمل حفلات والعاب في طول النهار كده على البحر، ساعات بيعملوا بارتي كده، مشروبات او فواكه او حاجات حلوه على البحر. برضو الانيميشن شغال طول اليوم، بيسعى ان هو يبسطكم ويضحككم ويبسطكم ويسليكم ويخلي اليوم لذيذ كده وخفيف ويخلي اليوم يعدي كده هوا. كمان فريق الانيميشن بقى بالليل بيعمل لنا حفلات كل يوم بالليل من الساعه 8 تقريبا بتبتدي حفله الاطفال، بتبقى حفلات حلوه زي بتاعت كل الفنادق بالظبط. عندهم فريق انيميشن قوي جدا بيعمل حفله اطفال لذيذه، وبعد كده تبتدي حفله للكبار كل يوم، فقرات مختلفه على مدار الاسبوع كله. يعني انت حتى لو رايح 3 4 5 6 ليالي هتلاقي كل يوم فقرات مختلفه، مش هتمل ولا تلاقي الفقرات بتتعاد ولا اي حاجه. ففريق الانيميشن قوي جدا، الغرف كويسه ونظيفه جدا، الحمامات السباحه حلوه، الفندق فيه اكوا بارك، الاكل ممتاز وفوق الممتاز، من ما شكتش فيه لحظه، وعمري ما شكيت ولا عمري حد جه اشتكى لي من اكل او من معامله او من نظافه. يبقى العيب الوحيد اللي ايه في الفندق دوت، هو العيب الوحيد في الفندق ده اللي هو الناس كلها بتخطأ فيها، تقول لك البحر رملي. لا، البحر للاسف مش رملي، البحر بتاعه صخري. يعني الفندق دوت هو 4 نجوم، بس الفندق دوت خدمته اكتر من 5 نجوم، وسعره اصلا عامل زي فنادق 5 نجوم. الفندق دوت لو بحره رملي اقدر اقول من اقوى واحسن فنادق في الغردقه، انا ممكن اشتغل عليه هو بس. يعني انا لو معايا كده كاش هروح اشتري غرف من الفندق دوت واشتغل عليه هو بس، ما اشتغلش على حاجه تاني. طبعا اسعاره عاليه شويه، بس بالنسبه للفئه السعريه بتاعته، اذا كان السنه دي او السنين اللي فاتت او السنين حتى اللي جايه، انا متاكد ان كل الفنادق اللي في الفئه السعريه دي فهو ده يعتبر من افضلهم. لو انت عايز بقى تحجز في جولدن بيتش هتلاقي رقم يظهر قدامك دلوقتي على الشاشه، ابعت لي قول لي انت عايز تروح امتى، التاريخ بتاعك، اذا كان بقى في 2026 او في اي سنه بعد كده 27 28. فانت عندك ريفيو قوي عن الفندق، انا متاكد ان الفندق حلو، ثقه على ضمانه الناس اللي بتطلع على ضمانتنا. انتوا عارفين ان احنا بنطلعكم الفندق ده كاننا احنا اللي طالعين، كاني بودي والدتي او اخواتي او اسرتي او اولادي. فانا لما قدام قلت لكم الفندق حلو فروحوا انتم مغمضين، حتى لو مش هتروحوا معانا ثقوا ان الفندق حلو، احجز مع الشركه اللي تريحك. المهم ان انت هتروح وهتتبسط وهترجع تقول لي الله يبارك لك انا رحت على اقتراحاتك زي ما بتقولوا على طول فنادق، وبتطلع فنادق حلوه زي ما انت قلت. يا رب يكون الفيديو دوت عجبكم، ولو عايزين ريفيوهات مخصصه لفنادق كتير، انا شغال على فنادق كتير قوي عمري ما اتكلمت عنها، فقولوا لي انتوا عايزين انهي واحد زي ما الناس قالت لي قابل لنا الجولدن بيتش، قولوا لي انتوا عايزين فندق ايه الفيديو اللي جاي وانا احضره لكم. وشكرا. طبعا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس. شكرا، سلام.